معايا نباتة الترادسكانسيا باليدا. دي أو يعني المكحلة، نبات المكحلة الأرجواني. النبتة دي هي للزينة، بتتحط جوه البيت، بس يعني بيكون في مكان معرض للشمس ورا النافذة. يكون شمس قوية، بس ورا النافذة ما تتعرضش للشمس دايركت بقوة، لأنها بتموت النبتة، بتخليها بدل ما يبقى لونها الأرجواني أو البنفسجي ده، بيبقى لونها أخضر شاحب. طيب ايه احسن مكان ليها؟ انا حطاها، وكمان ما ينفعش ان احنا نحطها في البيت مباشرة لو عندنا اي حيوانات اليفة، لانها بتبقى بتعمل لها تحسس. يعني انا عندي قطه، فبالتالي مش هينفع اني احطها جوه البيت، مع ان هي طبعا بتبقى حلوه جوه البيت لانها بتنمو وبتكبر وبتتكاثر. انا حطيتها في الجازيبو، تحت الجازيبو، في الجزء اللي هو الجانبي بتاع الجازيبو. علقتها. هي القصيصه ليها اهو، المكان ده مش عارفه اللي احنا بنعلقها بيه. طيب، النبتة دي طولت ودبلت. يعني هي كذا مرة كانت طولت ودبلت، مرة دبلت وانا غرستها تاني في الطينة، ودي دلوقتي انا قصيتها لانها طولت ودبلانة. إيه، لما بنقصها بنقص من عند العقدة اهو، زي ما حضراتكم شايفين. دي كانت العقدة اهي، بنقص تحت العقدة، تمام، بمقص نضيف. ولو في اي ورقه دبلانه بنقطعها. بعد ما بنقص تحت العقده، الجزء ده اللي قصيناه بنغرزه تاني جوه القصيصه علشان تتكاثر اكتر، وفي نفس الوقت هي بتزرع. ممكن ان احنا نزرع الجزء ده اللي من عند العقده في ميه، ننبته في كوب فيه ميه لمده 3 ايام، هنلاقيه بينتشر وبينمو، بيطلع تاني، يعني بيزرع. ننقله ونزرعه في الارض في التربه بتاعتنا، او نحطه جوه القصيصه مره اخرى. انا بعد ما قصيته هزرعه تاني جوه القصيصه عشان يتكاثر. شايفين كان عندي برضو واحده قديمه زرعتها اهي، برضو كانت طولت ودبلت وحطيتها ونبتت تاني اهي. انا هعمل ايه؟ هغرز قلم علشان مكان اللي انا عايزه ازرع فيه، هغرزه بقلم بحيث اني احط الساق ده فيه من غير ما اجرح الساق او اني اكسر الساق اهو. شايفين بالشكل ده؟ ابتدي بقى احطه في الجزء اللي انا خرمته بالقلم اهو، بالراحه من غير عنف عشان ما يتكسرش الساق. لاحظوا ان انا لو زرعت الجزء ده هيبقى برضو متدلي، مدلدل كده يعني، فانا هقصه على مرتين. هو ممكن طالما احنا بنقص من عند العقده مفيش مشكلة، ممكن نقصه على مرتين او 3 كمان، ونزرع كل واحد نقصه، هيبقى شكله احسن. انا حابة اقصه من عند العقدة دي، وبعدين الورقة دي هقطعها، بس انا هقص من عند العقدة دي دلوقتي اهي. حطيتها اهي. هبتدي برضو الجزء ده، هبتدي ازرعه، بس الاول هشيل الورقة دي اهي. لازم نشيل اي اوراق عندها عشان ما تتعفنش داخل التربة، وبعدين نغرز بايدينا عشان نثبت العقلة اللي زرعناها. وبعدين اهو انا شلت الورقة اللي كانت هنا، وبعدين اغرز القلم برضو تاني اهو عشان نعمل فتحة تاني للنبتة الجديدة اللي هنزرعها من عند العقلة اهو. شلنا القلم، وبعدين ابتدي اثبت العقلة اهي.
وابتدي اغرسها بايدي. قصة الورقة دي كمان برضو ما عجبتنيش اهي دبلانة، شايفين بقى؟ نديها ايه شوية يعني نبلل التربة شوية. انا كنت لسه ساقيها من شوية بس عشان انا لسه زارعة ده فهبلله شوية عشان بس ايه اساعدها على انها. اهم حاجة في الموضوع برضو ان القصيصة بتاعتنا نتأكد ان انها في فتحات من تحت علشان خاطر تنزل المية ما تتعفنش جوه المية، تبقى راكدة جوه الطينة وما تتعفنش. الفتحات بتاعتنا نتأكد ان الفتحات شغالة. وبعدين هعلقها على الجزيبو، على الكورنر هنا بتاع الجزيبو. اولا يعني مش معرضة للشمس دايركت وفي نفس الوقت بتاخد جزء من ضوء الشمس. شوفوا شكلها بقى احسن ازاي لما كانت طويلة ومتدلية، كانت عشوائية يعني، وكانت ابتدت تدبل. كل ما بيطول السيقان كل ما بتدبل، لكن كده بالطريقة دي تبقى احلى وشكلها احلى وبتتكاثر اهي من ورا الستارة بتاعت الجازيبو اهي. انا بحب الزرع جدا وبحب اعتني بالزرع. دي بقى معلومة بتاعت النهاردة، لو حد عارفها يا ريت يقول لي. ولو كانت معلومة جديدة عليكم ان احنا ممكن نزرع السيقان اللي بتدبل او بتتدلى من بعض النباتات الزينة زي كده، لو كانت معلومة جديدة بالنسبة لكم يا ريت حد يكتب لي في التعليقات. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجديد على خير، ومع السلامة.